طب ايه مشكلة البطيخ والمانجا؟ لا الاتنين دول ما يتاكلوش خالص. ليه؟ انا حر، هو النظام بتاعي كده، اللي عايز يسمع كلامي ما ياكلش لا بطيخ ولا مانجا، اللي عايز ياكلهم يبقى بره النظام بتاعي. ليه؟ انا حر بقى، ما هو صاحبي هو ايه اللي انت حر؟ يعني انت بتيجي تقول لنا كلام عايزنا نعمله وتقول لي انت حر، بس هو انت مجنون ولا ايه؟ هو ايه اللي انت حر؟ ما انا كمان حر اكل. يعني حد سأل بتاع الكيتو انت عملت كده ليه؟ بيضروا الجسم في بيموتوا ايه؟ ساعتها. انا عندي ست الله يرحمها ماتت عندها 102 سنه وكانت بتاكل مانجا وبطيخ وخيار وبتشرب سجاير سوبر ومات. اللي بياكل بطيخ لازم يوميها قولونه بامعائه وبمعدته يحصل فيها تسمم النهارده. احنا ما بناكلش اصلا الخيار ده، في معلش بس ثواني يا دكتور، هو انت لقيت خيار جه في طريقك فقلت تقوله؟ ايه اللي دخل الخيار ده؟ يعني الخيار ايه مشكلته معاك؟ اللي مضايقني ان اخواتي بيمشوا والناس، اخويا بيقول لي ما تاكلش الفرخه كل شخيتها، اسيب الفرخه واكل شخيتها؟ انتوا مجانين يا جدعان. كومبرسين، يعني كيوكامبر ده فيه كومبرسين، ده سم كويس. البطيخ هو نفس الفصيله، انا ما اكلش الكلام ده، ده اسمه اب الارض، ده تاكله الحيوانات. يعني انت المواشي اللي تاكلوا الحاجات دي، ده طلعوا ان قشر البطيخ بيعالج الضغط. شفت التأليف؟ يعني شفت احنا قاعدين فين؟ قاعدين في مستنقع وجاي تقولي لي دليلك؟ انتوا طلعوا دلايل على الهجص ده. قشر البطيخ بيعالج ازاي؟ حد يطلع كده دكتور محترم زي حالتي كده يطلع يقول قشر البطيخ بيدخل الجسم يعمل واحد اتنين تلاته، انا موافق وهسمعه. ايه اللي في الخيار ده كله ميه وجميل؟ انا بحب الخيار. طب انا بحب البطيخ. طب انا بحب المانجا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت راجل مجنون. ده مجنون يا جماعه، ما حدش يمشي وراه، امشي ورايا انا، كله كل